السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلب أم هنا، عاملين ايه؟ وحشتوني. لو أول مرة بتشوفوني، يعني اسمي أم هنا، أتمنى تعملي متابعة فضلا وليس أمرا، وما تنسوش اللايك والشير. بصوا بقى النهارده هنعمل ايه. البرطمان ده فيه ايه؟ هقول لكم البرطمان ده فيه ايه. البرطمان ده فيه ليفت. بصوا ما شاء الله، جميل جميل جميل. كيلو ليفت واحد. بصوا عمل لنا ما شاء الله برطمان قد ايه. والميه بتاعته دي بصوا ما شاء الله عليها، فيها فوائد. يعني هي ميه مخلل بس فيها فوائد غذائيه، يعني قيمتها عاليه جدا. بصوا تحفه طبعا، وشكله جميل. والميه بتاعته بصوا بامبا ازاي، تحفه. امشوا على الفيديو بالخطوات هتعرفوا تعملوه خطوه خطوه. جميل. بصوا شكله عامل ازاي ومستوي جميل. يعني بصوا مش محتاج اي حاجه، ملحه مظبوط والبنجر بتاعه مظبوط. وبكيلو لفت واحد عامل لنا بس البرطمان اللي قدامنا ده. ما شاء الله جميل، طعمه حكايه. واللون طبعا بتاعه جميل. طبعا العين بتاكل قبل البق. بصوا ده الليفت اللي انا جبت، اللي انا بوريه لكم، كنت جايباه الكيلو كيلو ونص، كانوا ب10. ده الكيلو ونص كانوا ب10 جنيه. ما شاء الله عليه. انا بخليه بعروشه كده، بس بقطع نص العروش بتاعته من فوق، اللي هي الجذور الخضراء بتاعته دي. واللي انا كنت بوريها لكم دي بنجرايه. على كل كيلو ونص بنجرايه. انتوا عايزين تجيبوها صغيره براحتكم، عايزين تجيبوها زي ما انا ما جايباها براحتكم. بس البنجره اللي معايا دي انا هتفيد مني دلوقتي نصها. ايه، انا مش هحطها كلها. بصوا اللفت ما شاء الله عليه، الموسم بتاعه ده وجميل ورخيص جدا في السوق. مين السوق دلوقتي؟ يعني انتوا لو جبتلكوا كيلو ونص هتعملوا ما شاء الله برطمان زي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. جميل ومفيد كمان. وجنب اي اكل يتاكل. هو اصلا بصوا يعني الموسم بتاعه الشتا ده جميل. يعني جربوه ومش هتندموا ان شاء الله. بصوا انا هنا بقطعه ايه، بقطعه حلقات براحتكم انتوا، على حسب ما انتوا عايزين. عايزين تقطعوه حلقات براحتكم، عايزين تقطعوا مربعات برضو براحتكم، على حسب انتوا عايزين. التقطيع ده اختياري. بصوا طبعا العروش بتاعته انا بوريكم اهو، قطعت كام واحده قدامكم بوريكم، بس انا بقطعها ازاي خطوه بخطوه. بصوا العروش الخضراء دي انا مش برميها. ليه بقى؟ لان هي كمان بتتخلل مع المخلل، مش بتترمي. بصوا ما شاء الله عليه، جميل من جوه ابيض ويفتح النفس. انا بقطعه اهو. بقطعه صوابع براحتكم. طبعا التقطيع اختياري برضو على حسب ما انتم عايزين. لو وصلتوا معايا لغايه هنا ما تنسونيش المتابعه واللايك والشير للفيديو فضلا منكم وليس امر. بس هنا قطعته خلاص. ما شاء الله كيلو ونص عمل لي يعني كميه حلوه قوي. هما كانوا كيلو ونص ب10. فانتوا عايزين يعني انا عملت كيلو بس. ماشي. بصوا ما شاء الله عليه. ودول العروش الخضراء بتاعته. هنا بقى لقيته كيلو قليل، رحت قلت ايه، هعمل نص كيلو. عملت نص كيلو كله على الكيلو، وبقوا معايا كيلو ونص. بصوا دول العروش بتاعته ما شاء الله عليه، كانوا حلوه قوي. دي البنجرايه انا بوريها لكم. ما شاء الله هي كانت كبيره. هو بيتباع بالكيلو، هو رخيص جدا. الكيلو ب20. يعني انت ممكن مثلا تجيب البنجرايه زي كده ب2 جنيه، ب2 3 جنيه، يعني مش حاجه. بصوا لونه جميل ومفيد. طبعا انتوا عارفين فوائد البنجر اكيد، يعني مش انا اللي هقول لكم. بصوا اهم حاجه هنا معايا 2 لتر من، او لتر ونص على كل كيلو ونص. لتر ونص ميه، وعليه 6 معالق ملح صغيرين، مش كتير، ما تملحوش قوي عشان ما يبقاش حادق معاكي قوي. والبنجرايه انا قطعتها حتت صغنونه كده وخلاص. ومعايا هنا معلقتين خل. طبعا انا بس عشان عارفه المقادير كويس فمش بعاير بمعالق وكده، انا ببقى بعاير بعيني. بس انا قطعت حتتين بنجر تاني عشان خاطر بس اللون الميه تديني لون حلو زي انتوا ما شفتوها في اول الفيديو. وحطيت اللفت طبعا، غسلته كويس جدا وصفيته. وهنا خلاص حطيته في الايه، في البرطمان بتاعه وخلاص. بصوا هنا ما شاء الله عليه، كانت لسه الميه بتاعته يعني لسه لونها بامبا فاتح كده. بس كان جميل وكان طعمه حكايه. والميه بتاعته لما يكون ساقع كده، انتي عايزه تحطيه في التلاجة حطيه، عايزه تحطيه على المطبخ بتاعك حطيه براحتك. ده برضو اختياري. كان لونه تحفه وطعمه حكايه. بصوا هنا بعد بقى ما استوى لونه جميل، والكاميرا طبعا ظلمه وطعمه حكايه. بصوا الميه بتاعته كانت لونها بامبي فاتح كمان، بس هي الكاميرا ظلمه. تحفه تحفه، جربوه ومش هتندموا. ولو وصلتوا لغايه هنا ما تنسونيش في المتابعه فضلا منكم وليس امر.